بعد ما جدتي توفت شقتها اتقفلت ومبقاش حد من أولادها يروحوا هناك الشقة. ما هو هيروح يعمل إيه؟ هما كانوا بيروحوا يتجمعوا هناك كل جمعة مثلا، كل أسبوعين. خلاص هي بعد ما توفت نروح هناك ملوش أي لازمة. بس كان في بعض منهم بيروح يبص على الشقة، يجيب حد ينظفها. والدتي كانت مواظبة إنها تروح الشقة دي كل فترة قصيرة عشان تنظفها. الشقة دي كان مكانها في شارع الهرم، وبالتحديد في منطقة اللي هي اسمها نصر الدين، على الشارع الرئيسي، على شارع الهرم الرئيسي. المهم إن كل أسبوع 10 أيام كده أنا ووالدتي نقوم واخدين بعضينا ورايحين بقى نبص على الشقة، لو محتاجة نظافة ننظفها، أي حاجة محتاجاها الشقة نعملها. بس كنت دايما لما بدخل الأوضة اللي كانت بتنام فيها جدتي كنت بحس بمشاعر غريبة كده. يعني أحيانا كنت بحس إنها موجودة في الأوضة، وساعات بيتهيألي إن أنا سامع نفسها. بس أعتقد إن الكلام ده كان بيحصل بسبب إن أنا عشت معاها في آخر أيامها. يعني قبل ما تتوفى كنت أنا جنبيها، وتقريبا شفتها وهي بتموت وبتطلع روح. فيمكن الكلام ده مأثر عليا شوية ومخلي المشاعر دي تجيلي بسهولة كده لو دخلت الأوضة بتاعتها، لأني بفتكر كل أيامي معاها. في مرة من المرات والدتي كانت تعبانة وقالت لي إنها مش هتقدر تروح، فقالت لي روح لوحدك أنت وخلص الموضوع. فأنا رحت واخد بعضي ورايح على هناك. بس دي كانت أول مرة أزور الشقة دي بعد ما جدتي تتوفى، فكانت المشاعر غريبة شوية. يعني وأنا طالع على سلم العمارة كنت حاسس بخوف غير عادي، مش عارف ليه. كمان لأن العمارة ما كانش فيها سكان، يعني إحنا كل مرة كنا بنروح ما بنقابلش حد خالص، فتحس إن أنت داخل كده مكان مهجور. وبالرغم من إنه على شارع رئيسي، ولكن العمارة من جوه نفسها كان شكلها مرعب جدا. وصلت عند باب الشقة ودخلت جوه وفتحت الأنوار، بس أنا كنت حاسس بقلق كده، لأن زي ما قلت لكم دي أول مرة أروح فيها لوحدي المكان ده. لما دخلت الشقة الدنيا كانت تمام، يعني ما حسيتش كده بالرهبة اللي كنت حاسس بيها وأنا طالع على السلم. بس مشكلة الشقة دي إن الأنوار اللي جواها كانت قليلة جدا. يعني هي أوضة واحدة اللي منورة والصالة، والمفروض اللمبتين دول هم اللي منورين الشقة كلها. فطبعا المكان كان شكله فيه كآبة شوية. ففكرت ان انا ازود عدد اللمبات بحيث الواحد لما يبقى في المكان مثلا بالليل ما يبقاش كده قاعد حاسس ان هو قاعد على لمبتين بس، لو واحدة اتحرقت الدنيا هتبوظ. رحت واخد بعضي ورايح لكهربائي جنب الشقة، ورحت شاري لمبتين والدواية بتاعتهم، ورحت راجع الشقة مركبهم. وفعلا المكان نور بعد كده وبقى حلو قوي. المهم خلصت النظافة في اليوم ده ورحت لامم حاجتي وماشي. بعد اسبوعين لقيت والدتي بتقول لي معلش يا محمد روح المرة دي لان انا تعبانة ومش هقدر اجي. فانا قلت لها انت سبتيني المره اللي فاتت. قالت لي معلش روح المره دي انا تعبانه بجد. قلت لها خلاص، ورحت رايح على الشقه. المشكله بقى ان انا رحت الشقه في اليوم ده متاخر شويه، يعني الساعه مثلا 8 بالليل، فالدنيا ضلمه. لما رحت هناك وانا بفتح الباب حسيت ان الكهرباء مقطوعه، مع ان العماره كلها فيها كهرباء. المهم رحت فاتح الباب ومنور بالموبايل، حسيت كده كأن في حد جري من قدامي في الضلمه وراح ناطط من الشباك. كان باين جدا انه حد بني ادم، يعني مش مثلا قطه ولا فار، لا كان باين انه بني ادم جسم كبير. وبعدين نط من الشباك والشقه في الدور التالت. فرحت رايح ناحيه الشباك علشان اشوف ايه اللي حصل، لكن ما لقيتش حاجه. قلت يمكن بيتهيألي، ورحت راجع بعديها على التابلو بتاع الكهرباء عشان اشوفها قطع عليه. فوجئت ان في سلك اللي هو السلك الرئيسي اللي مدخل الكهرباء للشقه حد قطعه كانه قصه بمقص. استغربت جدا مين اللي هيعمل كده، يعني العماره ما فيهاش سكان ولا فيها اطفال. فقلت يمكن شركه الكهرباء، بس ازاي احنا بندفع الفواتير كل شهر وملتزمين بيها. طب ايه اللي قطع السلك؟ رحت رايح جايب كهربائي وصلح لي السلك، وخلصت التنظيف بتاعي وخلص اليوم ده، ورحت مقفل الشقه وماشي. مره وانا قاعد في الشغل لقيت والدتي بتتصل بيا وتقول لي الحق يا محمد روح شقه جدتك بسرعه لان المايه ضربت فيها. واللي اتصل بيها كان واحد من الجيران اللي ساكنين في العماره، ده الوحيد اللي موجود وقاعد فيها، بس هو كان قاعد في اخر دور، وانا كل المرات اللي رحتها دي عمري ما شفت. رحت واخد بعضي وطالع على الشقه، ولما وصلت هناك لقيت واقف على الباب، فسلمت عليه وفتحت الباب ودخلنا. لقينا الشقه غرقانه ميه، ولما دخلنا الحمام لقينا الحنفيه طايره من مكانها. يعني الحنفيه مش مكسوره، لا دي مفكوكه من الحيطه. انا قلت اكيد في حد بيدخل البيت يعمل الكلام ده، ما هو مش ممكن الحنفيه تتخلع بالطريقه دي الا بفعل فاعل. وبصراحه شكيت في جارنا ده لان كان ليه بصات مريبه كده. وبعدين لما جينا ندخل الشقه لقيته راح داخل قبلي كانه هو صاحب البيت، يعني المفروض ان هو يستناني ادخل وبعدين اقول له اتفضل، لا ده دخل على طول. وبعدين لما دخل لقيته داخل على الحمام اللي فيه العطل. فانا قلت هو اللي عملها اكيد. طب عملها ازاي؟ يعني ده محتاج ان هو ينط ويخش من الشبابيك ولا معاه مفتاح بقى؟ المهم ان انا مرضتش ابين له القلق بتاعي ده واشوف هوصل معاه لايه، وفعلا سبته يدخل الحمام
وقعد يبص على الحنفيه كده ويقول لي هو ايه اللي فكها دي، اتفكت ازاي دي؟ مش عارف، انا حسيت ان هو كده يعني ايه بيكذب، مش عارف ليه. رحت نازل بسرعه جايب سباك وراح مركب الحنفيه ومظبط الدنيا، ورحت ماشي من الشقه. بس قلت لوالدتي الراجل ده في وراه حاجه مش مظبوطه، يعني لازم ان احنا ما نثقش فيه قوي للدرجه دي. هو الوحيد اللي ساكن في العماره، فهو اللي بيجيب لنا الاخبار ودايما هو اللي بيتصل بينا. المهم اننا رحنا بعدها بفتره، انا ووالدتي بقى، المره دي جت معايا والدتي، وبدانا ننظف في الشقه. والدتي بقى واقفه في اوضه وانا واقف في اوضه، لقيتها فجاه ايه بتنده عليا، فقلت لها جايلك حاضر بس هخلص حاجه واجيلك. شويه ولقيتها بتنده تاني، رحت سايب اللي في ايدي ورايح لها. وبعدين لما وصلت عندها بقول لها ايوه يا ماما عايزه ايه، لقيتها بتبص لي كده وتقول لي انا ما ندهتش عليك. قلت لها ازاي ده انت ندهتي مرتين؟ قالت لي ما ندهتش عليك خالص. استغربت جدا. المهم قلت لها خلاص يمكن انا عندي تهيؤات ولا حاجه. رحت راجع المكان اللي انا كنت قاعد فيه، اللي هو الاوضه اللي جنب اوضه جدتي. شويه كده وسمعت صوت حركه في الاوضه بتاع جدتي. فرحت داخل جوه، لقيت الدنيا هاديه خالص ومفيش اي حاجه، بس لقيت شباك الاوضه عمال يتهز هزه خفيفه كده كأن حد واقف وراه. فرحت عشان افتح، لقيت الشباك مقفول جامد جدا كأن حد لاحم القفل بتاعه. المهم قرصت عليه شويه كده فاتفتح معايا، بس ما لقيتش حاجه، مع ان الهز كان باين انه جامد جدا، مش باين ان هو هز نتيجه هوا مثلا ولا كده، لا كان باين انه هز حد ماسك الشيش من بره ويهزه كده. بعد ما خلصنا تنظيف انا وامي، رحنا لمين الحاجه بتاعتنا وماشيين. بس واحنا تحت لقيت والدتي بتقول لي انا نسيت حاجه فوق تقريبا، اطلع انت هاتها لي. قلت لها مفيش مشكله. رحت طالع الشقه. لما وصلت فوق حسيت كأن في حركه كده، يعني كأن في ناس بتتحرك جوه الشقه، خيالات كده. فرحت منور بالموبايل لحد ما نورت النور بتاع الشقه. انا طبعا كنت مركب كذا لمبه، فالشقه خلاص بقت منوره على الاخر يعني. ورحت داخل ادور على الحاجه اللي هي نسيتها، اللي هي تقريبا كان ايصال الكهرباء، يعني هي كانت حاطه ايصال الكهرباء في مكان ونسيته فيه. قعدت ادور مش لاقيه خالص. فاتصلت بيها سالتها، قالت لي شوفوا جوه مثلا على المطبخ او في الاوضه اللي جوه او في الاوضه بتاع جدتك على التسريح. لما دخلت لقيت جسم بني ادم نايم على السرير. هي الاوضه كانت ضلمه بس الجسم كان واضح جدا، بس مش جسم جدتي خالص، كان حاجه ضخمه. لما قربت عليه لقيته اختفى. قعدت ادور على ايصال الكهرباء في كل حته، ما لقيتوش خالص. بس وانا طالع من اوضه جدتي لقيت الايصال محطوط على التسريح وكان متطبق، فاخدته ونزلت بيه. فاول ما نزلت لقيت والدتي مسكته كده، قالت لي انت طبقت الايصال ليه؟ قلت لها انا ما طبقتوش. قالت لي لا انت طبقته، لان انا كنت حاطاه مفرود، انا مش عايزاه يتطبق لانه لما بيتطبق بيبوظ. قلت لها انا ما طبقتش حاجه. لقيتها بتقول لي امال مين اللي عمل كده يعني؟ فضلنا انا وهي ساكتين وبنبص لبعض كده، وانا ما رضيتش طبعا احكي لها على الحكايات اللي بتحصل دي لحسن تقلق. بس قررت ان انا اجي الشقه دي واقعد فيها يوم كامل عشان اشوف الدنيا فيها ايه. انا كنت بحب الحاجات دي قوي. بعد كام يوم كده جه الميعاد ان احنا نروح فيه الشقه، فرحت قلت لوالدتي سيبيني اروح لوحدي، خليكي ارتاحي وانا هروح انا لوحدي واخلص الدنيا. لقيتها بتقول لي ليه بس انا هاجي معاك اساعدك وكده. قلت لها لا انا هروح لوحدي. ورحت واخد بعضي ورايح على هناك. طبعا كانت الساعه ساعتها 3 العصر تقريبا او 4. وصلت الشقه تقريبا الساعه 3 ونص. ما هو اصل الشقه كانت قريبه جدا من بيتنا، يعني بالظبط لو ماشي ربع ساعه، واحنا كنا بنروحها ماشي على طول. اول ما دخلت الشقه بدات انظف واظبط الدنيا، ولو في حاجه ملخبطه اعدلها. وبعد كده بقى خلصت كل حاجه ورحت جاي بقى قاعد في اوضه من الاوض كده، وعملت لي كوبايه شاي وفضلت مستني شويه كده. بعد ساعه يعني تقريبا حسيت كده ان في صوت زي ما يكون في صوت هوا داخل من الشباك، صوت صفاره الهوا، عارفينها دي؟ بس الصوت ده قعد يعلى كأن الشباك بيتفتح والهوا داخل منه شويه كده. وحسيت ان الصوت ما بقاش صوت هوا، ده بقى صوت زي حد بيهمس، كأن اتنين بيتوشوشوا مع بعض. كان باين قوي ان الصوت ده طالع من اوضه جدتي. رحت رايح عليها على طول، واول ما دخلت ما لقيتش اي حاجه، بس اتفاجئت ان الملايه بتاعت السرير متحركه من مكانها، يعني كأن كان في حد نايم وبعدين راح جايبها على جنب. رحت عدلتها بايدي ورجعتها مكانها تاني، وفضلت مستني ما اشوف حاجه تانية هتحصل ولا لا. بس وانا طالع من الاوضه بتاعت جدتي لقيت اللمبه اللي انا ركبتها جديده عماله ترعش كده، يعني تطفي وتنور تطفي وتنور، طريقه كده يعني ايقاعيه، يعني تطفي مرتين وتنور مرتين. رحت طافي النور ومنوره تاني. اتعدلت شويه كده ورحت قعدت في الصاله
ولقيت لمبات البيت كلها بتعمل كده، كلها بتطفي وتنور في نفس الوقت. ومع الكلام ده كان صوت الهمس شغال، الاتنين اللي بيتوشوشوا مع بعض. وشوية كده لقيت حاجة خبطت في المطبخ. أنا في الوقت ده كنت غاوي أفلام رعب، بحب أتفرج على أفلام رعب جدا، وأي حاجة مرعبة يعني أي ظاهرة مرعبة مثلا كنتش أخاف منها خالص. يعني لو سمعت مثلا إن في مكان في حاجة مرعبة أو واخد أصحابي ورايحين على هناك على طول. بحب أوي الحكاية دي. بس في اليوم ده مش عارف إيه اللي خوفني بالطريقة دي. يعني أنا اتحطيت في مواقف زي دي كتير قبل كده، بس مش عارف في اليوم ده بالذات حسيت إن في حاجة أقوى من اللي أنا متعود عليها. رحت واخد بعضي ورايح على المطبخ. لما دخلت المطبخ لقيت نفس الشخص اللي جري ونط من الشباك، بس المرة دي نط من المنور بتاع العمارة. المشكلة إن أنا لما فتحت شباك المنور شفت بني آدم بيجري على السور، فأنا قلت ده أكيد حرامي، بس وهو نازل على المواسير اختفى عند الدور التاني. بعدها رحت قافل شباك المطبخ كويس ورحت راجع على الأوضة بتاعت جدتي تاني، عشان أنا عارف إن هي دي المصدر اللي بتطلع الظواهر الغير طبيعية. لما دخلت الأوضة لقيت الدواليب كلها مفتوحة، والإدراج بتاعت التسريحة وكل حاجة مفتوحة، كأن في حد دخل البيت وكان بيحاول يفتش عن حاجة. أنا طبعا قلت في بالي على طول ده أكيد حرامي، واللي أنا شفته ده حرامي، وأنا تهيألي إن هو اختفى عند الدور التاني، وهو ما اختفاش ولا حاجة، ده أكيد حرامي. من بعدها قررت إن أنا أركز مع الشقة دي جامد قوي، ومش هروحها بقى كل 10 أيام، لا ده أنا هروحها كل يوم لحد ما أعرف إيه القصص دي. وفعلا روحت في اليوم ده ورحت جاي تاني يوم على طول. بس أنا بقى كنت ناوي ما أجيش الصبح خالص، لأن الشغل كله بيحصل بالليل، فرحت على الساعة كده 7 بالليل أو 8. أول ما دخلت الشقة سمعت صوت كده بتاع فار، وفار كده إيه الصوت اللي هو المسرسع بتاع الفار ده، وسمعته بيجري تحت الترابيزة. فرحت داخل عشان أشوف فيه إيه، بس ما كانش فيه حاجة. ورحت سامع الصوت تاني في أوضة من الأوض، وبالتحديد في الأوضة اللي جنب أوضة جدتي. الباب كان مقفول، مع إن أنا وأنا ماشي ما بقفلش الأبواب دي، بس ما أعرفش الأبواب دي بتتقفل ليه. فتحت الباب بالراحة لقيت كل الدواليب متفتحة، ولقيت صوت الفار باين جدا إنه تحت السرير. رحت جايب عصاية مقشة واستعديت إنه أول ما يطلع أضربه بعصاية المقشة. ببص تحت السرير ما لقيتش فار، لقيت قطة، بس قطة بتطلع صوت فار. بس في ثواني كده كل حاجة اختفت. طبعا وانت بتسمع الحكايات دي هتقول ايه ده، الراجل ده بيألف علينا، الراجل ده بيأفلم علينا. بس عايز اقول لك ان كل حاجة حصلت بالحرف زي ما حكيتها. اللي جاي بقى هو اللي انت مش هتتخيله. بعد ما خرجت من الأوضة لقيت ظل بيتحرك داخل المطبخ، بس كان ظل بيتحرك بالراحة قوي، مش زي الظل السريع اللي انا بشوفه كل مرة. فلما قربت شوية كده لقيت اللمبات الموجودة في الحتة اللي هو واقف فيها اتطفت. لقيت ان هو جسم واحدة ست عجوزة، بس مش جسم جدتي برضو، ولكن لابسة نفس اللبس اللي كانت جدتي بتلبسه. وبعدين دخلت المطبخ وسمعت صوت تقليب معلقة زي معلقة الشاي كده، يعني كأن حد بيعمل نفسه قهوة ولا شاي. أنا بصراحة خفت أدخل أشوف فيه إيه، بس شوية كده وكل حاجة هديت خالص. فلما دخلت المطبخ لقيت معلقة الشاي محطوطة في الحوض، كأن بالظبط اللي كان واقف ده كان بيعمل شاي وراح حط المعلقة في الحوض. أنا من بعدها قررت إن أمي ما تجيش الشقة دي لوحدها أبدا، أو ما تجيش خالص، أنا اللي هعمل كل حاجة بنفسي، أو أجيب حد من إخواتي يجي معايا، لكن إن هي تروح لوحدها مستحيل. طبعا القصة ما خلصتش على كده، وأنا عارف إن أنتوا مش بتحبوا القصص تبقى على أجزاء، بس هو للأسف أنا على بال ما بجمع المعلومات يا دوب بتعمل الجزء اللي أنتوا بتسمعوه ده. فلو اديتوني تشجيع أكتر، يعني وصلوا مثلا الفيديو ل1000 لايك من أول يوم، وأنا وعدكم إن أنا هكمل الحكاية دي كلها في حلقة واحدة. لأن الشقة دي كان في حاجة فيها اسمها الصندرة. الصندرة دي كانت موجودة في البيوت القديمة كلها، وهي عبارة عن زي ما تقول كده أوضة، بس أوضة أعلى من مستوى الأوض الموجودة كلها، بس هي جوه الشقة، والناس كانت بتحط فيها الكراكيب بتاعتها، أو تحط فيها مثلا الخزين بتاع الأكل بتاعها، وده الهدف بتاعها. الصندرة دي كان فيها بلاوي زرقاء،